في ناس كتير بتقول ان احمد عز ده مش ممثل وهو مجرد مؤدي وبيعتمد على وسامته، وان شكله ده هو اللي حقق له النجوميه اللي هو فيها دي. ولكن في فيلم عمله احمد عز كده مؤخرا غير نظرتي لاداء تمثيلي بتاع احمد عز، وهنتكلم عن احسن 5 اداءات تمثيليه عملها احمد عز، ومن خلال الرحله في تجميع القائمه دي هنعرف فعلا اذا كان احمد عز ده ممثل قوي فعلا ولا مؤدي. اهلا بيك في القناه، وده لوكيشن مختلف بس عشان احنا بره البيت. ولكن اول حاجه لازم تعملها دلوقتي نضرب تعظيم سلام اول فيلم في القائمه الشرفيه وهو فيلم الرهينه. يعني لو القائمه دي بتتكلم عن احسن اداءات كوميديه لاحمد عز، فرقم 1 هيكون فيلم الرهينه من اخراج ساندرا نشأت برضه، يعني فكان متوقع منه انه يبقى فيلم جامد بصراحه، فيلم دايما قابل للمشاهده يعني. تاني فيلم في القائمه الشرفيه فيلم ملاك اسكندريه، لان الفيلم ده كان برضه كان جامد وكان فيه تويستات كتير جدا. الفيلم ده تقريبا اول فيلم اشوف فيه بلوت تويست، عشان كنت شفته وانا صغير، فكان بالنسبه لي برضه حاجه جامده جدا. بس انا الفيلم ده ما شفتوش كتير فمش هقدر اقيمه قوي، فما رضيتش احطه بقى في الخمسه. قبل ما نتكلم عن احسن 5 اداءات، احمد عز بدايته فعلا كانت بتعتمد على وسامته بنسبه كبيره يعني. والبطوله ليه عملها هو وخالد سليم، كان فيلم كله ناس حلوه، كان سنه اولى نصب، بس فيلم كان حلو فعلا برضو. كان اخراج كامل ابو ذكري، اول فيلم تخرجه كامل ابو ذكري، فكان برضو فيلم ناجح جدا على فكره. المهم خلينا ندخل على احسن 5 اداءات لاحمد عز. رقم 5 هو فيلم المصلحه، بطوله احمد عز واحمد السقا. ده بقى ايه الفيلم اللي تفوق فيه احمد عز عن احمد السقا. وبالمناسبه احنا كنا عاملين حلقه عن احمد السقا، ممكن تروح تشوفها بقى من الساعه من اللي هنا او هنا مش عارف. بس تفوق احمد عز في الفيلم ده كان بنسبه كبيره عشان شخصيه احمد عز كانت احسن من شخصيه احمد السقا. احمد السقا ظابط، ممكن نكون شفنا احمد السقا ظابط كتير، انما احمد عز كان عامل دور اسمها بيسموها بدوي باين او حاجه كده للناس اللي في سينا، فدي شخصيه جديده علينا وفيها تناقضات كتير، فيها صراعات، فمكتوبه حلو يعني. مش عارف هل ده اللي خلانا نشوف ان احمد عز كان اقوى من السقا ولا لا، بس فعلا كان احمد عز هو الاقوى في الفيلم ده، وده اللي خلى ان المشاهدين كلهم بيستنوا شخصيه احمد عز لما تظهر في الفيلم، مستنيين ام السعاده عادل الحصان. يا مساعد يا مسعف اعدل الحصان. واظن هنا كان اول فيلم احمد عز يغير فيه من شخصيته او يبعد عنها خالص، لان في تغيير في اللهجه، في تغيير في اللبس، في تغيير في الثقافه كلها عموما، فده يعتبر كان تحدي ليه، واظن يعني ان هو نجح مع التحفظ يعني في بعض الاخفاقات في الصريخ بتاعه، بيقعد يصرخ كده، كان في مشاهد المهمه كانت يعني فيها اخفاقات مش موفقه شويه، ولكن يعني نعديها. رقم 4 هو فيلم ولاد رزق الجزء الاول. الجزء الثاني ده سيبك منه. الجزء الاول كان الشخصيه مبنيه حلو برضه، شخصيه بقى اخ كبير هو اللي بيحمي اخواته، ودايما فيه بيبان عليه نظرات وهو خايف على اخواته. انت فعلا الفيلم ده انت بتلاقي احمد عز كان مجسد فعلا شخصيه الشخص البلطجي، الشخص الصايع، الشخص اللي ما اقدرش افتي كتير واقعد اقول لك ايه اللي مخليني اقول ان هو ده رقم 4، ولكن انا بالنسبه لي كان احمد عز فعلا كان بعيد عن شخصيته شويه جدا كتير جدا يعني، فباين ان هو بلطجي بنسبه كبيره يعني. اقتنعت يعني، خصوصا ان انت احمد عز صعب انك تقتنع ممكن شويه ان هو لما يروح بقى حته البلطجي دي ممكن تخاف بقى او تقلق وتقول لا ده احمد عز عادي يعني. ولكن اظن ان هو نجح بقى في الفيلم ده ان هو ما يبانش ان هو احمد عز عادي، لا وبقى فعلا الشخصيه بتاعته. مع ان اصلا انا شايف ان في الجزء الاول ده كان احسن اداء بالنسبه لي ساعتها اللي بهرني كان احمد الفيشاوي. رقم 3 كيرة والجن. احمد عز بقى في الفيلم ده مش هنقول ان هو اتفوق على كريم عبد العزيز، مش عارف صعب اقولها دي. انا شايف اصلا اللي كان متفوقه في الفيلم كله ده كانت هند صبري، يعني دي اللي كانت دولة دي كانت موديه. وهنا بقى نتكلم بقى عن احمد عز. احمد عز كان المفروض هو اللي بيحب دولة دي. مشهد بقى لما دولة كانت رايحه تشهد على احمد عز، ودي بقى يا شكل احمد عز مش هو اللي خطفك طول المشهد، ولكن لو بصيت عليه في صدق فعلا في التجسيد بتاعه، فاظن احمد عز كان عامل عليه بزياده جدا يعني في كيرة والجن، وابهرني بتمثيله حقيقي. انا مش عارف احمد عز كان احسن ولا كريم عبد العزيز، بس متاكد يعني ان احمد عز وصل لليفل كريم عبد العزيز، فاحنا بنتكلم في حاجه يعني عاليه جدا صعب اي حد يوصل لها. المشاهدين يتفرجوا على الفيلم، لا احمد عز ده مش زي الاداءات العاديه اللي بيعملها في افلامه. الراجل كان باين عليه ان هو تعب واجتهد في الفيلم ده، خصوصا ان هو كان عنده مشاهد كتير كان لازم يبين فيها الضعف ويبين فيها الحزن والانتقام. فلا انا بالنسبه لي احمد عز كان عامل اللي عليه وزياده في الفيلم ده. انا هختار رقم 2 هو فيلم الجريمه، لان فيلم الجريمه ده بقى هو ده الفيلم اللي غير نظرتي تجاه احمد عز. الفيلم ده كان نازل في 2022، يعني فيلم قريب، كان من اخراج شريف عرفة تقريبا. الفيلم ده لما اتفرجت عليه ما كنت داخل عليه بتوقعات قليله جدا ان هو فيلم عادي، فيلم مش هيبقى جامد ولا حاجه، مع ان اخراج شريف عرفة يعني، بس كنت سامع عنه كلام مش قد كده وتقريبا ما نجحش قوي في الايرادات وكده. بس لما شفت بقى الفيلم، لا احمد عز كان جامد
كان جامد. انا حقيقي حاطه تكريما لمشاهدتي للفيلم ده، وان هو اندر ريتد غالبا، يعني ان انا كنت عايز احط مكان فيلم مش الجريمه ده فيلم الشبح. بس لا، انا لما اتفرجت فيلم الشبح ما انبهرتش باحمد عز، انبهرت بالقصه وممكن انبهرت بالفيلم، لكن فيلم الجريمه انا فعلا انبهرت باحمد عز، ما انبهرتش بالفيلم قوي. دخلت فعلا بتوقعات قليله جدا على الفيلم، ولكن احمد عز رضاني، يعني حسيت ان الفيلم لا حلو وممكن يطلع منه حاجات، والفيلم فيه منة شلبي برده كمان يعني، فلا الفيلم جامد. احمد عز كان يعني عنده مشاهد كتير فيه تحديات وفيها حاجات عمله حلو، وكان طالع عجوز في الفيلم ده، يعني عامل شخصيه عجوز وهو بيحكي، كان حلو، المكياج معمول عليه حلو كمان جدا يعني. فلا شوفوا الفيلم ده، احمد عز اديه رقم 2 في الفيلم الجريمه. والفيلم رقم 1 هو فيلم بدل فائد. بص بقى يا صاحبي، فيلم بدل فائد ده يعني ممكن يتألف على قوانين الحياه، فيلم بالنسبه لي فلسفي، فانا غالبا بحب الفيلم اكتر من اداء احمد عز. سيبك انت من الكلام ده. الفيلم بالنسبه لي ده بين الصراع الفلسفي ما بين الحياه، اللي هو لو انت ما اتولدتش مع اهلك دول هتبقى انت نفس الشخص ده ولا لا. والفيلم ده كان احمد عز طالع بدورين، الاتنين اخوات، ولكن واحد اتبناه عيله ظابط، والتاني اتبناه رقاصه. فبالنسبه لي لما المشهد الاتنين اتقابلوا مع بعض ده ماستر بيس، وده غالبا اللي علمني الحياه من وانا طفل. الفيلم فعلا سأل سؤال كبير جدا. الضابط ده كان محتكر شخصية التاني اخوه اللي هو ابن الرقاصة، عشان بقى مدمن وبيشتغل مع عصابة وبتاع. وهنا بقى بنشوف بقى احمد عز وهو بيقول لاحمد عز اخوه، تفتكر لو انا كنت اتولدت مكانك كنت انا هبقى نفس الشخص ده؟ اللي هو يعني انت ما تفتخرش قوي انك انت ظابط وبتاع، ما انا لو كان اللي خدوني الظباط كنت ممكن ابقى احسن منك. يا لهوي يا جدعان، ماستر بيس يا جدعان. احمد عز كان عامل اللي عليه وزياده. انت بتعرف تتفرج على الفيلم هتعرف ان احمد عز ده يعني هو دي الشخصيه الثانيه ودي الشخصيه الاولى، بيبان عليهم، بتعرف خصوصا ان انت في مشاهد بيبدلوا مع بعض، فانت عليه احمد عز ان هو يخلي الشخصيه لما تبدل مع اخوها تبان انها هي، لما يبدل معاها هو لازم يبين للعصابه ان هو الشخص الاصلي، ولكن لازم يبين للمشاهدين كده، فاهم النظره اللي عارف انت الحركه دي، ان هو لا مش الاصلي. فاحنا بقى بنعرف بقى، كنا نقعد نتكلم عليه كتير يا جماعه. فيلم فيه مشاهد بالنسبه لي لا 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 لا, لا. الفيلم جميل، وغالبا هنحط الفيلم ده مركز اول تطبيلا للفيلم مش تطبيلا لاحمد عز. بس لا يا جدعان، يعني احمد عز بيقول لك كان طالع بدورين، وواحد ابن ضابط وواحد ابن رقاصه، فلا في فرق كبير جدا. وانا عارف ان هو ممكن اي ممثل لازم يبين ان هو في فرق بين الشخصيتين، يعني ما هو لو ما عملش ان هو باين ان هو فرق ما بين الاخ والاخ التاني يبقى هو فشل. لو عمل كده مش هنقول ده عادي، فهو انا شايف ان هو تألق، لان الفيلم ده انا شفته كذا مره كمان، فانا حابب الفيلم ده يعني. بص بتكلم عليه بشغف ازاي يعني. بص ده اللي خلاني اقوم الحر من على الكنبه واتكلم معاك كده فيس تو فيس واقول لك لا، لو ما شفتش الفيلم ده فايتك كتير، فايتك كتير كتير يعني. بقول لك علمني الحياه. كان احمد عز بقى عنده تحديات بقى على مستوى ان هو هيبين بقى ان هو مش الاخ، وهيبين ان هو الاخ التاني. مشكلتي ان انا مش عارف اساميهم. كان واحد اسمه نبيل تقريبا، بص فاكر اسمه لما اقول له يا بيلي. لا يا جدعان الفيلم جامد يا جدعان. الظابط انا كنت بعرف من نظرته دايما حاده، فبيبين دايما ان هو عملي جدا ومركز دايما في طريقه، فدايما كده بحسه مبرق. ما بقول لك بقى من نظرتي كواحد كان طفل بيتفرج، فكنت بعرفه بقى من الحوار ده. والتاني دايما ده بقى كان مدمن وكده، فغالبا بقى كانوا بيعملوا مكياج بقى ولا ايه مش عارف، فبيبان عليه بقى الارهاق ويبان عليه كده. مش ما اظنش في فيلم احمد عز ادى فيه الاداء ده اكتر من فيلم بدل فائد. فلا انا بيك فان فيلم بدل فائد. فقول لي انت رايك بقى، هل احمد عز بقى بيعرف يمثل فعلا ولا مجرد مؤدي وبيعتمد على وسامته برضه، حتى بعد ما انت ما شفت الخمس اداءات الافضليه دي؟ بس كده. شكرا اتفرجت على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واستنوا بقى نكمل بقيه السلسله دي. هل الممثلين دول بيعرفوا يمثلوا ولا لا؟ بنزل فيديو كل يوم 4. اهم حاجه الكومنت اللي هتقولوا لي فيه احمد عز فعلا بيعرف يمثل ولا لا، وقولوا لي دايما اسبابكم ايه. يلا سلام.